السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام. أهلا بكم في نشرة أخبار اليوم، وهذا أبرز عنوانها: المغرب يهتز على أبشع جريمة. قبل الخوض في التفاصيل، لا تنسى الإعجاب بالفيديو ودعم القناة بالاشتراك ليصلكم الجديد. أفادت مصادر محلية لقناة ميديا 24 أن شابة في عقدها الثالث أجهزت على خالها بإقليم برشيد. وأفادت المصادر ذاتها أن الشابة البالغة من العمر 34 سنة كانت قد تخرجت من كلية الطب، قامت بقتل خالها بواسطة آلة حادة، حيث أصابته بشكل بليغ على مستوى العنق. وكان الضحية وهو رجل خمسيني يعمل قيد حياته سائقا، ويتردد على منزل شقيقه بين الحين والآخر. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الشابة كانت تعاني من اضطرابات نفسية في الفترة الأخيرة، حيث كانت تتناول أدوية بهذا الخصوص. هذا وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي من توقيف الشابة وإحالتها على التحقيق حسب أمر من النيابة العامة المختصة. كما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات للتشريح الطبي. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.